أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى ذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام التجويد بصورة عامة وضعت أولاً لصون اللسان من اللحن أو الخطأ عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى،
وثانياً لإضفاء جمالية على التلاوة ولأجل التسهيل والتيسير في النطق في بعض الموارد. من هذه الأحكام هو أحكام الراء وحالها من حيث التفخيم والترقيق. العرب لها في الراء كيفيتان، في نطق الراء للعرب كيفيتان، ففي بعض أحوالها تنطق مفخمة وفي بعض أحوالها تنطق مرققة بحسب عوارض تعرض على حرف الراء. للدخول لمبحث حالات حرف الراء أو أحكام حرف الراء لا بد أولاً من أن نمر على مخرج حرف الراء. حرف الراء وكما هو واضح على الشاشة يخرج من طرف اللسان من بينه وما بين ما فويق الثنايا العليا قرب مخرج النون، إلا أنه أدخل لظهره من مخرج حرف النون. تارة نقول ننطق الراء مفخمة، ونقول را، ونقول نقول رو، وتارة ننطق الراء مرققة فنقول ونقول ري. ما هو الذي يتحكم بحال الراء من حيث التفخيم والترقيق؟ قلنا في بادئ الأمر أنه بحسب عوامل تعرض على الراء. ما هي هذه العوامل؟ الذي يتحكم بحال حرف الراء كونه مرقق أو مفخم هو الحركات الثلاثة: الضمة والفتحة والكسرة. موجب الفتحة والضمة هو التفخيم، وموجب الكسرة هو الترقيق. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله سوف يكون حالات ترقيق الراء. حالات ترقيق الراء. قلنا أن موجب الترقيق هو الكسر. فما هو الترقيق؟ الترقيق في الاصطلاح، وحين نقول في الاصطلاح أي ماذا يعني الترقيق في علم التجويد، فنقول الترقيق في الاصطلاح هو إنحاف ذات الحرف ونحوله، وضده التفخيم. فالتفخيم هو سمن لذات الحرف فيمتلئ الفم بصداه. أما مع الترقيق فالترقيق نحول وإنحاف لذات الحرف فلا يمتلئ الحرف بصدى صوت الراء المرققة. مخرج حرف الراء هو واحد، هو ذاته، سواء كانت الراء مفخمة أو مرققة المخرج ذاته لا يتغير. يخرج من أين؟ يخرج من طرف اللسان، من فجوة صغيرة في طرف اللسان. هذا المخرج ثابت سواء كانت الراء مرققة أو مفخمة. الذي يختلف بين الحالتين هو شكل اللسان. نلاحظ هنا في الصورة حال اللسان، هذا حال اللسان في عند نطق الراء المفخمة. نشاهد أنه هنا في وسط اللسان هذه الدائرة الصفراء في وسط اللسان تقعر لوسط اللسان وارتفاع لأقصى اللسان. أما مع الراء المرققة فلا نجد هذا التقعر ولا نشاهد ارتفاع أقصى اللسان. إذن فالمخرج ثابت لكن شكل اللسان يتغير عند نطق الراء المفخمة أو عند نطق الراء المرققة. حالات ترقيق الراء: الحالة الأولى إذا كانت الراء مكسورة، إذا كانت الراء مكسورة سواء كان الكسر لازما أو عارضا. ماذا نعني باللازم وماذا نعني بالعارض؟ اللازم هي الكسرة التي تلازم الكلمة وصلا ووقفا في جميع حالاتها لا تفارقها. أما الكسر العارض هو الذي يحدث للتخلص من التقاء الساكنين. نريد كلمة يحدث فيها
التقاء ساكنين يكون الراء في آخر الكلمة الأولى وحرف ساكن في أول الكلمة الثانية، فللتخلص من التقاء الساكنين تكسر الراء. مثال الكسرة الأصلية نقول رحلة الشتاء في سورة قريش الآية الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة. وكذلك في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، نقول المشرق، نشاهد هنا الكسرة تحت الراء وهي كسرة أصلية. مثال الكسرة العارضة قوله تعالى: وأنذر الناس. كلمة أنذر الأصل فيها هي فعل أمر مبني على السكون، الراء ساكنة، التقت بالنون المشددة التي شددت بسبب إدغام لام التعريف فحدث التقاء ساكنين. للتخلص من التقاء الساكنين كسرت الراء فأصبحت الكلمة وأنذر الناس. فسواء كانت الراء هي مكسورة كسرها لازم أو عارض فالحكم فيها هو الترقيق. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة سكونا أصليا وسبقت بكسر وتبعها حرف مستفل، نركز على هذه الحالة، حرف مستفل لأنه هو القيد، فإن فقد هذا القيد خرجت من القاعدة أو تغير هذا القيد خرجت من القاعدة. فنقول وإذا كانت الراء ساكنة سكونا أصليا وسبقت بحرف ساكن مستفل وسبقت بحرف مكسور وبعدها حرف مستفل فحكم الراء هو الترقيق كما في قوله تعالى: وأضل فرعون. وغالبا ما يقع الخطأ في هذه الكلمة، تنطق فرعون خطأ، القاعدة الراء ساكنة قبلها كسر وبعدها حرف عين، والعين حرف استفال، فنقول فرعون ولا نقول فرعون. كذلك في قوله تعالى: فلا تكن في مرية، مرية راء ساكنة قبلها كسر وتبعت بحرف ياء والياء حرف مستفل، إذن فحكمها هو الترقيق. وكذلك في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، شاور الراء ساكنة سبقت بواو مكسورة وتبعت بحرف هاء مستفل فحكمها هو الترقيق. الحالة الثالثة إذا سكنت الراء سكونا عارضا بسبب الوقف وكان ما قبلها حرف ساكن مستفل مسبوق بكسر. هنا الراء ليست ساكنة بالأصل، سكنت عروضا للوقف، يعني هي بالأصل متحركة، الراء بأصلها متحركة كما في قولنا تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا. في قوله تعالى كلمة الذكر لو وقفنا عليها ستصبح الراء ساكنة سكونا عارضا بسبب الوقف، والكاف ساكن وحرف الذال مكسور. القاعدة تقول بأن الساكن لا يحجز، أي أن الحرف الساكن ليس حاجزا حصينا، فسوف تتأثر الراء التي سكنت عروضا للوقف بحركة الحرف الذي قبل الحرف الساكن. نعم دكتور تفضل. هاي النقطة ما فهمتها؟ نعم. أنا لدي كلمة تنتهي براء متحركة، وقفت عليها فسكنت عروضا للوقف، أصبح هذه الكلمة ساكنة سكونا عارض، والكلمة أصلا هي مسبوقة بحرف ساكن أصلي، السكون لديه أصلي، وقبل الحرف الساكن لدي حرف مكسور. يعني أنا الآن كلمة الذكر هذه الكاف ساكنة والراء مفتوحة بالأصل، توقفت عليها سكنت الراء عروضا للوقف فأصبحت هذه الراء ساكنة والكاف ساكن وقبل الساكن حرف مكسور. هذا الساكن لا يحجز، الساكن لا يحجز فتتحرك، تتأثر حركة الراء بحركة الحرف الذي قبلها. نعم دكتور. نعم التعريف. لا هذه راء مفخمة. نعم بس هنا فقط رد الإشارة إلى المخرج،
نشاهد أنه وسط اللسان مقعر وأقصى اللسان مرتفع، فهنا أردنا أن نشير للمخرج فقط، لمخرج الراء بصورة عامة. نصف دقيقة. فإذا أحبتي خلاصة الكلام أن الراء إذا جاءت مكسورة ترقق، وإذا جاءت ساكنة قبلها حرف مكسور وبعدها حرف مستفل ترقق، إذا سكنت الراء سكونا عارضا بسبب الوقف وكان ما قبلها ساكنا ما قبله حرف مكسور أيضا ترقق. وإذا جاءت الراء سكنت سكونا عارضا وسبقت بحرف ياء مدي أو ليني فحكم الراء هو الترقيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فقط ذني حالات الراء للترقيق. نحن لدينا حالة أخرى هي حالة الإمالة. عند الإمالة أيضا ترقق الراء بسبب الإمالة، لكن هذا لم يشر إليه صاحب الكتاب. في كلمة حفص لها مورد واحد فقط وهي كلمة مجريها. القاعدة تقول لا تفخيم مع إمالة. نعم. هي الراء هنا شنو حركتها؟ الراء هنا مفتوحة تكون في كلمة مجريها. لماذا لم تكتب الفتحة على الراء؟ هي مراعاة لحالها عند الإمالة. أحسنت. سؤال خارجي. نعم. ما المقصود بياءات الإضافة وياءات الزوائد؟ ياءات الزوائد هي الياءات التي حذفت من الرسم القرآني، مثل في كلمة يا عبادي، وفي كلمة حفص كم ياء زائدة؟ حفص لديه في كلمة آتاني. نعم. لديه في كلمة آتاني، فما آتاني الله خير مما آتاكم في سورة النمل. له فيها في الوصل الإثبات ياء مفتوحة، وفي حال الوقف له فيها حذف الياء، وله فيها الوقف على النون الساكنة. ياءات الإضافة ياءات الإضافة هي الياء المتكلم، يعني أقول كتابي، أقول بيتي، فطهر بيتي للطائفين. شنو رأي حفص بها؟ حفص أثبتها بالنسبة لياءات لا، بالنسبة لإسكانها وفتحها تردد، يعني لديه تردد من الفتح والإسكان، يعني لديه في كلمة عهدي أسكن، وفي والأصل شنو عنده؟ الأصل فيه الفتح. الأصل فيه الفتح لدى حفص. نعم، الأصل لدى حفص الفتح. أحسنت. موفقين إن شاء الله. الله يحفظكم دكتور.